السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم وندخل بالموضوع. يابا ماستر الرافدين يسحبوك تطبيق التواصل ما تعرفه زين ليش؟ بعد ما طش هذا الفيديو وصار فايرل ماستر كي تواصلوا وياي، وهذا الغرض الأساسي من إنه أنا نشرت الفيديو. طبعا ماستر كي هم ما إنهم علاقة بالصعوبات اللي صارت، وماي ناس افتهموني غلط لأنه أنا كنت دا أحكي بعصبية وانفعال. فكرة إنه كان حسابي ما مأمن وانسحبت كل الفلوس عن طريق رابط خارجي. انه ماستر كي هم ما لهم علاقه وهم يتحملوا المسؤوليه كامله ورجعوا لي المبلغ كامل. تواصلوا وياي هو استبدال البطاقه، واستاذ وليد مدير الموارد البشريه هو شخصيا تواصل وياي. وشكرا للناس اللي حاولت تساعدني، شكرا لتعليقاتكم الحلوه. هم الناس اللي قالوا انه انتي مصوره هذا الفيديو طشه، فاحب اقول لكم اني مسحت الفيديو لانه اني ما عندي مشكله ويا الشركه شخصيا. اني ما استعملت الشركه حتى اطش الشركه وحذفت الفيديو وبس. هذا كل اللي دا اريد اقوله، وشكرا للناس اللي حاولت تساعدني، وشكرا للناس اللي حاولوا يوصلوا لي باي طريقه حتى يساعدوني. شكرا كلش هواية اللي تعنوا واجوني حتى للبيت، واني ممتنة جدا للناس وللشركة اللي تحملت كل شيء. بس اتمنى من الايام الجاية يكون اكو تأمين اكثر على الحسابات وبس. شكرا. طبعا كلكم تعرفون شنو قصة هاي البنية وشنو صار وياها، واحنا طلعنا بحلقة سابقة وقلنا لكم ونصحناكم دير بالكم على بطاقاتكم ولا تخلون بيها فلوس، بس وقت الشغل اخلي بيها فلوس، اقضي حاجتي وخليها فارقه تمام، على مود لا ينسرق راتبكم او الفلوس اللي انتم مخلينها. مو شغلتي هي بس راتب غير راتب يعني. وبنفس الوقت دير بالكم واحد يتصل عليكم ويقول لكم ترى اريد معلومات البطاقه وتصدقون بي، ترى هاي كلها كذب، الشركه ما تتصل. تنبيه للصغير والكبير، اخواننا دير بالكم، ترى الشركه ما تتصل ولا تودي رسائل، انت تتصل عليه على الرقم المجاني اللي هو 422 وخلاص. لهنا تمام. طبعا الشركه تتبرر نفسها، قالت لها نرجع لك فلوسك بس بشرط تمسحين ذاك الفيديو وطلعين تبررين بان الشركه ما لها دخل وانا ما مأمن على بطاقتي. احنا هم ما ندب لهم بس على الشركه، ندب لهم هم عليها، جزئيا مطيمه معلوماتها ومبالغه. المهم بس يظل اللوم الرئيسي على الشركه. ترى اكو واحد هم مثلها وهم مباق وهم طلع وخابرت له الشركه وقالت له رجع لك فلوسك، وتطلع وتقول ورفض، قال لهم لا الخلل من عندكم بسببكم مباق الراتب، ورفض يطلع ويبرر الشركه. فاخواني دير بالكم من الشركه ودير بالكم على بطايقكم، احذروا كل الحذر. وانت مع الاسف عليك بسرعه، ولو انت يعني جزء محتاجتهن واضطريت انت بنيه بعد، احنا ما نحتب عليك وهذا حقك، تردين تبررين، تردين تذبين اللوم بس على نفسك على الشركه، هذا الشيء خاص بيك. بعد هي لاصت علينا، ظلينا لا نصدق لا بفلان ولا بعلان وندري بيهم كلهم حرامي. سويت اعلان كملت ب3 ملايين، وانا مسوي اعلان بمليونين 5 ملايين، يعني ال5 ملايين هيجي بيدي. كملت جاني سويت يعني يا هذا العطر درى جوله وهذا الاعلان هيجي ويجي وكبر، وخليت ال5 ملايين بجيبي. شلت ال5 ملايين انطيته المهدي. ايش قد كبير عند الله سبحانه وتعالى. سويت يعني ضارب قزمه كرك اعلان سويته صار لي 5 ملايين، انطيته لهذا الولد مهدي البصره. بمين له هاي الفلوس؟ تمسكوا تدقوا هيك براسه هيك تبعصر. لا انا قلت بكت ينطيني فلوس غرفه 750,000 800. قلت فاجأت من انطاني قسما بالله كملت الاعلان وشلت ال5 مليون وطيتها له وغير انك شو نسوي؟ انت معايا. هذا ميل شنو ميلو؟ هاي من الله لله سبحانه وتعالى، الله رزقنا فيها من الله لله، والمال مال الله. سويت انا ضرب القزم. هسه شنو لفت انتباهكم بهذا الفيديو مال ابو جنة؟ ترى كلش واضحه، الناس تباع رزقك، الناس تباع رزقك.
هسه هو من طلع ال5 ملايين وطان للولد قال له انا عرسك. انت منينك ومنين تجيب؟ انتم ما شايفين شغله؟ انتم ما شايفين الاعلانات؟ ترى مثل ما قلت لكم هذا العطر طاع 2 مليون، ذاك طاع 3 ملايين، وهذا وصارت 5 ملايين. صدق بيهن. وقال لك انا شنو سويت هسه؟ انا بس حكيت قلت يابا هذا خوش عطر، هذا خوش هذا، وانتهت واخذت ال5 ملايين. صدقت بيهن. كبيره عند الله صح؟ يعني ترى هو مو كل شيء فلوس. انتم ليش تضوجون؟ يعني خلينا نفرض هسه من هذول اللي حكوا شال هاي ال5 ملايين وطاك اياها، ما تسكت؟ ما ستبوزاك؟ ما تقول اي والله رحم الله والديك ابو جهنم وتطلع حتى في فيديو تحكي؟ عيب عليكم، عيب عليكم تسقطون بالناس، عيب عليكم تتهمون الناس بالباطل. هو الولد قاعد تشوفونه، الولد خوش يشتغل والله رازقه، ولد يشتغل، وانتم هل قاعد تشوفونه مطعمه اعلانات للعصير، اعلانات للبيبسي، اعلانات كل شيء. هاي الاعلانات ترى هاي كلها بفلوس، اسواقكم مجانيه، نعمه قاعد يحصل. لان شني؟ عليها مشاهدات وعليها سوق، والشركات قاعد تشوفها، والشركات تحب الواحد عليه مشاهدات حتى يشوفون منتجهم. فانتم لا تتهمون الناس، افتهموا، والله يرزق الناس ان شاء الله، ويرزقكم او الله يرزقكم جميعا ويخلصكم من الفقر ومن اي شيء. بس عيب تحجون او تاخذون ذمه واحد، ترى هاي غيبه ونميمه، دير بالكم من عندها. قولوا بس الله يرزقهم وان شاء الله ترزقون مثله وازيد من عنده. السلام عليكم. اليوم احنا بمزار سلمان المحمداوي. محمدي هذا هو. وقعت العباية. يلا محتومين في العباية. اي والله. ساعة عوجة الناس مدندنة. شو اسوي؟ لا كافي. هسه انت رايح تزورين على العين وعلى الراس، بس اكو شيء لفت انتباهنا، وهذا ماخذاته انت الموده. موده بالحقيقه، الحجاب والعبايه وهاي السوالف. القدله الما طالعه، القدله مو من ضمن الحجاب يعني الله سبحانه وتعالى من قال كان انسترن ولبسن حجاب، قال كان طالعا قدلتكن؟ لا، الملابسته الملابسته. واصلا هذا انت رايح تزورينه ما تعرفينه؟ كان ما رايح تزورينه. انا هسه رايح ازور للامام الفلاني، للشخص الفلاني، قال لازم اعرف اسمه. انا ما رايحت له محمداوي، والله يا البوم عنده هذا، قلت محمداوي، وخليت الناس تضحك عليك. شو اقول لك؟ سويتي مطرب ما اعرف شنو. ايش تحكي والله ايش تحكي عمي؟ مو بس انت، ترى الجميع وحده محجبه ومطلعه قدلتها، ترى ذب حجابك احسن. فهمتي؟ ذب حجابك احسن. لو تتحجبين صدق، ولا تتحجبين كلش. جايه طلعت ضلت على القدله، طالع شعر صبحت كله. لو انت بس صابقه القدله، انا دراو بس القدله ديكور موديل. هذا طبعا انا شايف هذا الديكور، شايفها بالخليج وشايفها بايران وشايفها بهواي. متروس الخليج متروس على اساس يا مسلمه طلع قدلتها يا معوده، لا افيدك حجابك ولا افيدك اي شيء. القدله من ضمن الحجاب، غطيها توصل كلش اللي هنا. هذا احنا اللي تعلمنا عليه من امهاتنا مال قبل. وهسه اكو هسه خير من الله، بس هذني كم وحده هن يشوهن سمعه الحجاب. صحيح، بس مرات اذا انت شخص تحبه شلون متى تخليه؟ يعني هسه اني شخص احبه، وارد احقق هذا الشيء ما يخليني، واني احبه، لا اقدر احقق هذا الشيء ولا اقدر مثلا اعوفه. شلون بهاي الحاله؟ هي هاي المشكله هنا. ها زين، انا اريد اعوفه وارد مثلا احقق هذا حلمي، بس قبل منو تعوفين؟ مثلا يعني حبيب صديق، الشخص اللي دايمنعك عافيه، اللي هو انا احبه. ممكن اني احببه بالفكره، بس اليوم انا ما عاجبني بزوجتي تلبس هذا اللبس، بدل ما اني اجبرها وتعي البسي العباء او البسي غير شيء، انا احببها
بهيئه العبايه. والله شوف انا اللي صار فيش تصرفات احسها مجي. يعني مثلا يقول لي لبسي عبايه احسها مجي. يعني احنا مو هسه مثلا نمثل كمثلا نقول نريد نلبسها العبايه، بس انا شنو لا، بالبدايه شجيها احببها بالحاجه. لا ممكن هذا الشيء يبقى هو برايها. برايها اوكي. تحب تلبسها ممكن انت اليوم كزوج، اليوم انت كزوج تردين تحببينها، انت تردين تعملين اوكي، تحببينها بالبدايه، فما تجينا انت لازم اني اشتغل، اللي خليتني اشتغل خليتني، ما خليتني اشتغل غادر. هاي ممكن راح والله شوف اللي يحب يضحي، اذا يحبني يتقبل هذا الشيء، لان هذا الشيء انا رايي فيه، اذا يحبني يتقبل. مرات يشوف الجوهره مالته ما يقدر. لا اللي يحب كل شيء يسوي. إذا هي جوهرة ويخونها، يعني إذا هي جوهرة ويروح يخونها شلون؟ مشكلة. تعال شوي، تعال يمي، تعال اقول لك شيء حلو يفيدك، يجوز يعني تنصلحين. شوفي احنا ترى ما ميتين عليك. انا احكي عن الرجل اللي يحب الستر زوجته وما يريدها تلبس مثل هذه اللي لابسته 7 الوان ومطلعه شعرك. هذا احنا هذا ما نريده. احنا نريد زوجاتنا مستوره وما حد يشوفها، هذا نريده احنا. يعجبك هذا الحكي يعجبك، ما يعجبك لا تقولي عليها مجي. اخذي اللي من طوبك، اخذي اللي والمك. شنو انا احبه وبنفس الوقت ما اقدر اعوفه. ايش بيك انت مسطوره؟ ايش بيك عيني؟ تحبينه اخذي يكون مثلك، مثل طبقتك، مثل اللي يعني اللي لابسته يكون هو راضي عليه. بس وانما تاخذين واحد لا يحب زوجته تنستر، عاد لا تدني له ولا تحبينه. انصحك يعني هذا شيء يريد يشوف زوجته تكون محشومه مستوره، فلذلك اخذي ابو 7 الوان مثلك وحسن الفاظك. فهمتي؟ وباع عن نفسك بدك تنصلحين، لان واضح قافله يراد لك تعليم وتدريب حتى يرجع عقلك. شوفي هسه شنو مكانه محطوط. جيلي منو تتمنين بعام 2026 يطلع من حياتك؟ كلها. خواتي طبعا. اي طبعا. جيلي اكو بالبعض من العوائل اكو بعض البنات حتى تحس الغيره من اختها القريبه عليها تغار من عندها. هواي انا واجهت مشاكل بهاي حياتي، يعني مثل يعني من عائلتك حتى خارج عائلتك، صديقتك هي المقربه تكون عندها غيره او غايه بوجودها بحياتك فقط لا غير. هدي شوي، ترى احنا ما قلنا لك تستخفي زايد هيك. لا شوي شو السالفه؟ هو سؤال وهي ضحكه وهي رجعه وصهلتي مثل صهيل الحصان الاصيل، صح؟ انتم هاي الاشكال منين تجيبونها؟ والله بنفتهم هاي الاشكال منين تجيبونها وتقابلونها؟ شنو سهل؟ سالت السؤال جاوب جواب عادل. ايش بيك طبعا انت كلش خفيفه صايره، خفيفه لذاك شوي ثقل حلو ثقلي، وهذا لبسك حاولي تغيرينه. فهمتي؟ لا بالعقال، والعقال ولو ما موجود بس ان شاء الله بالمستقبل نجيبه، لان هسه حاليا مستعملين الصونده ترى تلعب على ظهرك. بطل هاي سوالفك، فهمتي؟ وانتم مقابلين الناس شويه المحترمه المحتشمه، مو بس ماكو احد تعال انا قابلك غلط. فهمتوا؟ وراوا الناس صوره حلوه، قابلوا الناس اللي اذواقهم ممتازه. بارك الله بيكم. من بعد القلب. السلام عليكم. هلا بيك. شو تريدي؟ شلونك بيك؟ مثل هاي ما عندي والله. لا مو مثل هاي، ما عندي. اريد اخذك لقاء. ما عندي مثلها. لا اريدك تحكين وياي لقاء. شنو هي هاي؟ تحكين وياي لقاء. للصلاة؟ لا مو للصلاة. ما عندي فيها. ما عندي يا بنيتي. تحتفلين براس السنة؟ ما عندي. ها ما عندك؟ ايوه. يلا عادي فدوى لوجهك. شلون صحتك انتي؟ شحيل ما سمعت. ما سمعي؟ ها فدوى لوجهك. طين خاوة؟ طين خاوة عندك؟ اي ذاك. زين حرمل عندك؟ حرمل عندك؟ ذاك حرمل يم الولد. هذا الحرمل ببيش. لا صورتني لا. هسه انت اللي زقتي قالت لك ما عندي دروحي يا معوده، دروحي ما شاء الله. الحجيه ضاله لحد الان. حجيه شنو؟ ماكو واحد ياخذ مكانك، كافي قاعده بالبيت. احسن لك والله احسن لك، بس يجوز ماكو واحد ياخذ مكان. المهم خلينا بصلب الموضوع. طبعا هاي الحجيه هاي تبيع على الاشاره، يعني هيك
اشتر على هاي تقول لك السعر، وانما اذا تحكي وياها لا، يراد لك من هاي السماعه مال مبيعات على مود تسمعك، ولو تحط صوتك كلش بذهني. هاي الحجيه طلعت ما تسمع، وانت عندك ولزقت عندك زين ما كضته، شو اذا كضته وقطته بيها. ربي يحفظك حجيه ويبارك برزقك ان شاء الله. والله ما ادري خيه بكيف. انا ما ازعل من الرجال، بويا الرجال حلاله، يريد يعطيني يريد ما يعطيني بكيفه، هو عم الرجال حلاله، اروح اقول له تعال اعطيني. فشله عمي هسه هاي والله مرق ما عندي، ما خابره، استحي من عنده، استحي من عنده عمي، اروح اقول له تعال اعطيني. فشله هو الرجال حلم حلم. اي والله فشله، صحيح فشله. الزلمه حلاله، بكيف يريد يعطيني يريد ما يعطيني، هذا الشيء راجع له. صحيح اول مره تحكي عدلي، والله فشله فشله. انا اطلع واقول نزلت 8 فيديوهات، نزلت لهيك واريد حقي. سمعين لو لا حق مربع. هو شنو حقك مربع؟ عم حلاله بكيفه، ماكو شيء ينجبر عليه يعطيك اياه. كيفه يريد يعطيك من تلقاء نفسه. بس هسه هو ما قصر، قال ابوي لا تعطي البنات، يعني ابوه قايل له لا تنطي البنات، هذا دير بالك ترى اتبرى منك كلش. والله صدق حقه، وانت زنيبه اول مره تحكي لها حكايه يا خير. صدق والله فشله. شنو انا الا تعطيني واطلع هيك واسوي لي دعايه؟ انتم عني ومضغوطين. عرفتي شلون واحد ياخذ حقه شلون؟ ولو انت ما في دياج. هو جلال الدين هو ولد شاب ما شلون. تعال شوفي شوفي يا هسه الطرق قاعد بسرعه. زين هاي شلون صوروه؟ هذا صوره النقل، شوفي صوره، هو ولد هم ولد بولد. شوفي طبعا انا هاي اول ما شفتها ما ارتحت لها يا اخي، تصرفاتها مالي وحده مو راحه والله العظيم. شنو لا انه بتقولها شوفي وتضحك وفرحانه. شنو شافت لك شيء يعني منظر شويه يفرح؟ انت شافت لك شيء لا اخلاقي. شبيك فرحانه وشوفي ودورين عليه وطلعينه. مره كبيره ما تستحين ما تخجلين من هاي السوالف بث مباشر والناس كلها تشوف؟ شوف فرحانه. ها مع الاسف عليه كان والله. بس مره كبيره هي كذي تموتين، ويا ريت تفكرين انت راح تموتين اصلا. يا ريت الاستمرار بهذه السوالف كانت تعبانه. صدق خبره بعد شي يروح هاي الخبره. صوند عليكم انتم تولوها.